السلام عليكم. النهارده بقى فيديو جميل جدا ومختلف شويه حبتين كده عن الفيديوهات اللي انا بقدمها، بس هتطلعوا منها مستفيدين جدا. الناس بقى اللي بتعاني من النحافه ونقص في الوزن، عايزه اقول لكم انكم هتطلعوا من الفيديو ده ما شاء الله عندكم معلومات حلوه جدا وهتقدر تفيدكم في زياده الوزن باكتر سرعه ممكنه. تعالوا بقى كده نشوف ايه المعلومات اللي اقدر اقدمها لكم، واتمنى تعملوا اشتراك ولايك لو اول مره تشوفوني. يلا بينا. اول حاجة كده، نقصان الوزن بيبقى فيه عدة مشاكل كبيرة جدا. يعني الموضوع مش موضوع اكل وخلاص، ان انا هاكل وخلاص عشان اتخن، لا بالعكس، ممكن تاكلي كمية كبيرة جدا وما تزيديش في الوزن. نتكلم الاول عن حاجات اللي انتم مش واخدين بالكم منها ولازم تعالجوها، وبعد كده اقول لكم على كذا وصفة كده هتعملوها وهتطلعوا بنتيجة جميلة جدا. تعالوا اقول لكم على مشكلة ممكن تكونوا مش واخدين بالكم منها، وهي مشاكل الشهية. ممكن يكون عندكم انيميا، ممكن يكون عندكم حرق عالي اصلا، وده يكون وراثي. لما تلاقي مثلا العيلة او الاسرة كلها حواليك رفيعين كده، ممكن يكون ده عامل وراثي اصلا، وده عندكم فبيتحل بالعلاج. برضو في ناس عندها مشكلة في الشهية برضو، وده بيتحكم فيها عناصر بقى من الفيتامينات. الشهية ده بتبقى عبارة عن فيتامينات كده، مجموعة من الفيتامينات. لو في فيتامين واحد بس ناقص في قلب الفيتامينات دي، ده بقى اللي بيدي ان بيبقى في مشكلة في الشهية. الاكل بيبقى طعمه غريب، مش حابب الاكل اللي في بقك، فهو ده بيدي نفسك تكون مزودة ومش حابب الاكل، فهو ده برضو بيدي النقصان في الوزن. طيب الفيتامينات زي ايه مثلا؟ فيتامين مثلا B12 B3 B6 وايه، وكمان الزنك وحمض الفوليك والحديد. كل ده لو في حاجة واحدة بس ناقصة فيهم، ده بيؤدي لسد الشهية. تمام. فالاكل مش هيبقى طعمه حلو، فلازم نتعالج في المشكلة دي بقى، ان احنا ناخد فيتامينات تعوضنا عن الفيتامينات اللي ناقصة. ناخد فيتامينات كويس علشان الشهية تتفتح. طب تعالوا برضو نتكلم على مشكلة تانية. ممكن يكون عندكم الحرق عالي، وده ساعات بيكون وراثي، وزي ما انا قلت لكم بيبقى العيلة كلها بتبقى كده. فحلها في ايه؟ ان احنا نكرر الوجبات الكتير على مدار اليوم. تمام. تعالوا نتكلم برضك على مشكلة كبيرة جدا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها، وهي السبب الرئيسي في فقدان أكبر وزن بقى، وهي مشكلة الأمعاء. ممكن يكون عندنا مشكلة أصلا في الأمعاء، يكون مثلا عندنا ديدان أو في حاجة. فده بقى حلها إن لازم نعمل تحليل براز ونشوف إيه الحوار اللي بيدور بقى جوه الأمعاء وإيه المشكلة. طبعا لو في مشكلة اللي هو الديدان أو الكلام ده كله، بناخد لها علاج ونقضي على الديدان دي كلها. لازم نشوف ايه المشكلة ونحلها. تمام. معلكوا بقى من الكلام ده كله تحليلات، ونشوف ايه اللي جوه الجسم قبل ما ناكل، ونقول ايه الاكل اللي ما بيبانش فينا ده. اكيد في مشكلة جوه جسمنا ولازم نحلها. في حاجة كمان حابة اقولها لكم، ان الاكل لازم يكون مناسب للشغل. ما ينفعش ان انا مثلا اكل وجبة او وجبتين وشغل كتير، بعمل مجهود كتير، بعمل سعرات حرارية بحرقها اكتر. لازم يكون الاكل مناسب للشغل. انا بشتغل كتير، الاكل يكون زايد في طول اليوم، طول اليوم اكل. وبرضك في حاجة برضك حابة ان انا اقولها لكم، ان مش بعدد الوجبات. برضو ساعات على فكرة مش بعدد الوجبات، ممكن اكل 10 وجبات ويكون فيهم سعرات حرارية قليلة جدا. بحتة شوكولاتة مثلا كده، ممكن اكل وجبتين بمقدار قطعة شوكولاتة. لا، نشوف السعرات الحرارية اللي احنا بناكلها عشان يبان فينا الوزن اسرع. كمان تقدر تاخد سناك وانت رايح الشغل، وانت في البيت. الكلام ده كله طول ما انتوا قاعدين، ممكن تاكلي تمرايه، التمر، العجوه، زيت الزيتون فيه كمان دهون صحية تقدر تفيدكم، يعني هتسمنوا كمان بصحة. تمام. زبدة الفول السوداني فيها برضو نسبة كبيرة من السعرات الحرارية. كمان هقول لكم على مشروب حلو جدا، وده بقى لازم تاخدوه كل يوم، ما تبطلوهوش ولا يوم. هو عبارة عن ايه بقى المشروب اللي انا هقوله لكم دوت؟ هاتي بقى الخلاط بتاعك وحطي كوباية لبن ومزايا 3 تمرات ومعلقة كده من زبدة الفول السوداني ومعلقة عسل. المشروب ده بقى هيبقى معاكي كل يوم، لازم تشربيه كل يوم. تمام. ما تبطلوش خالص، كل يوم اعملي حسابك انك تاخدي المشروب ده، هيفرق معاكي جدا وهتزيدي في الوزن اسرع. عايزه اقول لكم برضك عن نقطه كده في المشاكل بتاعه الشهيه، نسيت اقولها لكم. اللي انا قلت لكم ان لو في فيتامينات معينه كده ناقصه في الجسم، الشهيه بتتسد.
في مكمل غذائي حلو جدا. مشروب ده بتاخدوه كل يوم معلقة في اليوم، اسمه توتافيت. توتافيت حلو جدا وفي كمية معادن وفيتامينات حلوة قوي. خدوا معلقة واحدة كل يوم، استمروا عليه. برضك احنا دلوقتي بنعالج من بره ومن جوه، احنا كده خلاص بنحل المشاكل اللي جوانا. يبقى كده خلاص تمام، كل المشاكل كده خلصت. حللنا براز وشفنا في ديدان ولا لا، في مشكلة في الشهية ولا لا، شفنا في عامل وراثي ولا لا. كل ده بنحله وناخد بقى المشروب بتاعنا بتاع كل يوم مع الفيتامينات اللي بناخدها مرة كل يوم. كده تمام قوي. تعالوا بقى اقول لكم على حاجة كمان تساعد بقى في زيادة الوزن، وهو السمسم. طبعا عارفين ان السمسم مصدر كبير جدا للبروتين، فيه كمية كبيرة جدا من البروتين والكالسيوم. فاحنا ناخد بقى 3 معالق كده في اليوم. اعملوا حسابكم تحط سمسم قدامكم كده، داخلين المطبخ طالعين خدوا معلقة من السمسم. 3 معالق في اليوم. طب انت عايزة تزيدي بشكل اسرع، يبقى تاخدي معلقة كل ساعة. كل ساعة كده خشي المطبخ خدي لك معلقة من السمسم. هتزيدي في الوزن جدا جدا، وصدقوني هتلاقوا نتيجة مبهرة. خلاص كده احنا وصلنا بقى لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم واكون افدتكم ولو افاده بسيطه خالص. دمتم في رعايه الله ومع السلامه. ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتعليق حلو كده يا حبايبي. مع السلامه، باي باي.